لما الدنيا تميل على الغلبان ويتاكل حقه من الظالم والدم يبقى ارخص من التراب، ساعتها الحكاية ما بتبقاش كلام، دي بتبقى صرخة في وش الظلم ودموع بتنادي على اللي ما بيسمعش. في حكاية النهاردة هنعرف قصة شاب اعتدوا عليه شوية بلطجية، هنعرف مع بعض اتصرف ازاي وانت ممكن تعمل ايه لو حصل لك موقف زي ده. يلا بينا نبدأ الحكاية. انا محمد المصري ودي اولى حلقات الموسم الثاني من برنامج بين الحق والناس. في قلب حارة بسيطة من امبابة عايش مجدي، شاب عنده 22 سنة. حلمه يطلع من ضلمة الفقر للنور. بالنهار بيروح كلية الحقوق، وبعد ما بيخلص كليته بيلبس هدوم الشغل ويروح يشتغل دليفري. حلمه انه يبقى محامي كبير يدافع عن المظلومين واللي ما بياخدوش حقهم. مجدي وهو بيحكي بيقول: كل يوم كنت بقول لنفسي لسه شوية، الصبر طريق النجاح، بس الحياة ما كانتش صبورة معاه. في ليلة من الليالي مجدي وهو شغال جاله اوردر لكافي شوب في منطقة سمعتها مش تمام. كان فاكر انها ليلة شغل عادية، لكن اللي حصل ما كانش مجدي متوقعه. قبل ما يدخل الكافيه وقف قدامه شوية شباب شكلهم مش مريح. واحد منهم قال له: انت تابع مين يا ابني؟ هي وكالة من غير بواب. مجدي كان مرتبك وحاسس ان بيتعمل له حوار. قال لهم: انا دليفري يا جماعة، جاي اعمل شغلي واوصل اوردر، حتى استنى اتصل لكم على صاحب الاوردر. بس الكلام ما فرقش معاهم. واحد منهم كان اسمه محمود وشهرته الجزار، الناس مسميينه كده عشان دايما ماشي بسكينه، عمرها ما فرقت. قال له: طب حلو، شوف نفسك بقى وهات فلوس ليا انا والرجاله. مجدي قال له: معيش فلوس، والفلوس اللي هاخدها بعد ما اسلم الاوردر دي فلوس الشغل مش بتاعتي. الجزار قال له: ماشي، الموبايل ده يلزمني، اعتبره عربون محبه وبعدين نبقى نشوف الفلوس. مجدي حاول يقاوم لكنهم اتكتروا عليه وشدوه من على الموتوسيكل، وقعوه على الارض وضربوه وداسوا عليه بالكذب، واخدوا منه الموبايل وفلوسه وعلموا على وشه مسلام، وحاولوا يسرقوا الموتوسيكل لكن ما عرفوش، وسابوه مرمي في نص الشارع غرقان في دمه وطلعوا يجروا. مجدي فاق وهو في المستشفى وشه متخيط 20 غرزه وضلوعه مكسوره. امه كانت قاعده جنبه بتبكي وبتقول: ربنا ينتقم منهم يا مجدي، يعني عشان احنا غلابه تبقى كرامتنا وحياتنا رخيصه؟ ده انا ما حيلتيش غيرك على اخواتك البنات وانت اللي شايلنا بعد ما ابوك مات. معلش يا حبيبي حقك عليا. لكن مجدي حس باهانه كبيره وقال باصرار: انا مش هسكت وحقي هجيبه حتى لو من بق الاسد. قرر مجدي يقدم بلاغه ويرفع قضيه، لكنه كان محتاج دليل قوي. المحامي اللي راح له قال له: من غير دليل الموضوع ده ميت. مجدي فكر بره الصندوق وقال: انا هعرف اجيب الدليل. رجع للكافي شوب اللي حصلت عنده الحادثه وفضل يسال الناس: حد شاف حاجه؟ طب حد صور حاجه؟ لحد ما واحد قال له انه عنده كاميرا مراقبه وسجلت كل اللي حصل. هنا مجدي بدا يشوف بصيص له، خد الفيديو كانه لقى طول النجاه. مجدي قدم الفيديو وشهاده صاحب الكاميرا وكام واحد راحوا يشهدوا معاه وتقرير المستشفى، وبدات القضيه تاخد شكل مختلف. الجزار واللي معاه حاولوا يهددوه: اتنازل عن القضيه يا اما هنأذي امك واخواتك، احنا عرفنا عنوانك وعرفنا كل حاجه عنك. لكن مجدي ما سكتش وقدم التهديدات للنيابه كدليل اضافي. حكمت المحكمه بالسجن 10 سنوات للمتهم الاول محمود الجزار، وبالسجن 5 سنوات باقي المتهمين، وتعويض مالي للمجني عليه 50,000 جنيه. الغلابه ما عندهمش غير القانون، بس لازم نعرف نستخدمه. حقك هيرجع لك. كنت شجاع وما سكتش. البلطجة مش شطارة ولا قوة. القوة الحقيقية في انك تعرف تجيب حقك، ما تسيبش حقك، وخليك دايما للبلطجي بالمرصاد. القانون موجود ومستنيك تتكلم. لو سكت مفيش حد هيسمعك.
وحقك هيضيع، ولو اتكلمت مفيش ظالم هيقف قصادك. اعرف حقوقك وما تتصالحش مع بلطجي بيهددك تتنازل الا لو انت فعلا عايز كده، وبعد ما يتقدم وياخد جزاءه ويكون حقك رجع لك وترد لك اعتبارك. وخليك واعي، لان الوعي هو خط الدفاع الاول عن نفسنا. وفي النهاية حابب اسمع ارائكم في حلقة النهاردة، ولو عندك حاجة حابب تسألنا عليها او قصة حابب تشاركها معانا ابعت لنا وهنرد عليك. وما تنسوش تشاركوا حلقة النهاردة مع اصحابكم ومعارفكم علشان نشارك في التوعية، واعملوا لايك ومتابعة للقناة علشان يوصل لكم كل جديد، لاننا في بين الحق والناس صوت لكل مظلوم.